طيب بصوا يا جماعة، دي فكرة خربانة، فكرة مجنونة. بنحاول نشوف هي ممكن توصل لغاية فين. دي مفكرة ظريفة جدا، مكتوب عليها look up and get lost. look up، بص لفوق كده وتوه في النجوم. اوكي. someday all my dreams will come true. يوما ما كل أحلامي ستصبح حقيقة. مش موضوعنا، ملناش دعوة. نجوم شكل حلو، الرحلة أنس لو أنا يعني. اوكي. طيب ما تبصوش على الحاجات الخاصة بتاعتي. ده موضوع النهاردة، موضوع ظريف جدا. سؤال: ايه لازمة الترويح والهوايات؟ وطبعا عشان ارضي روح المثالية اللي جوايا، perfectionism، واني مش هقدر اغطي كل حاجة هنا، كتبت لنفس الجملة دي. فدي ليا انا مش لكم انتوا يا جماعة. هذا الفيديو هنعمل منه جزء تاني بتاع ايه لازمة الترويح والهوايات. طيب، اول حاجة تقدر تكمل كفاح وبطولة. بطولة ازاي؟ انا شخص عادي، اقل من العادي، اقل من العادي. لا يا حلو، سيادتك بطل طالما انت واعي انك تشوف اصلا فيديو زي ده، طالما انت واعي للكلام اللي بيتقال، طالما انت مكمل اصلا لحد النهاردة في الدنيا الظريفة اللي احنا عايشين فيها دي. الله اكبر، يعني صعوبات، تحديات، اكتئاب، الشيطان اصلا قصة لوحده، ألم الفقد تأكيد في وقت من الأوقات فرقت حبيب ليك، فرقت صاحب ليك، فرقت حد عزيز عليك. المشكلة بتاعت الفقر وقلة الفلوس والحاجات الكتير اللي انت عايزها وما حصلتش عليها، والهوى. وحط لي مليون خط تحت الهوى. هوى النفس، نفسك اللي ما بين جنبيك، اللي انت المفروض تحاربها. نفسك ديت صعبة جدا جدا جدا. بطولة ان انت وسط الحاجات ديت اللي كل يوم هي معاك، بتنام بيها وبتصحى بيها زي ما بيقولوا، وحضرتك لسه مكمل. اللي بيصلي لسه بيصلي، اللي عنده هواية جميلة لسه بيعملها، اللي بيسبح لسه بيسبح، اللي بيقرأ أذكار، اللي بيحفظ قرآن، اللي بيتعلم، اللي بيشتغل، اللي فده كفاح وبطولة، خاصة وان انت شايف ناس كتير جدا زيك، فما انتش حاسس بشيء. يعني حاسس ان امورك بسيطة، وحاسس ان زيك زي غيرك، او اللي هو انا بعمل، عارف الاحساس القذر ده، اللي هو انا بعمل ايه يعني زيادة عن الناس؟ لا حبيبي، انت بتعمل كتير قوي قوي قوي، ملكش دعوة بالناس. الله اعلم الناس دي مخبية ايه، الله اعلم الناس دي مكملة ازاي، الله اعلم كل واحد من الناس اللي انت شايفهم دول ايه السبب الحقيقي اللي مخليه يكمل، الحاجة اللي جواه، ايه الحاجة اللي هو بيعملها اللي مخليه قادر يكمل. فلازم تشوف لنفسك حاجة تخليك انت كمان قادر تكمل. في مقولة تنسب الى سيدنا علي، او في اللي بينسبها للنبي الله اعلم، اللي هي بتاعت رويحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت ملت، يعني حاجة في المعنى ده. فأنت حتى لو مش لاقي أي حاجة تخليك تروح عن نفسك، تنزل تتمشى شوية، تشرب كوباية عصير، تعمل أي حاجة مهما كانت بسيطة، مهما أنت شايفها بسيطة. فعندك مقولة من حد عظيم جدا، إذا كان سيدنا علي أو إذا كان النبي أو إذا كان سيدنا عمر، الله أعلم مين اللي قال المقولة دي. مقولة بتقول لك روح عن قلبك شوية. طبعا من غير معصية، مش عايزين نعك الدنيا. هيجي في دماغك حب، هيجي في دماغك صحاب، هيجي في دماغك موفي نايت، فيلم جميل نشوفه. شوف انت هتعمل ايه حلال، شوف انت هتعمل ايه صح، عشان مش عايزين نظبطها من ناحية نعكها من ناحية تانية. مش عايزين نظبط الاكتئاب فنبسط الشيطان، مش عايزين نحارب الصعوبات فنلاقي نفسنا وقعنا في الفقر. تقول لي وقعنا في الفقر ازاي؟ هقولك دخلت لي بقى في مسلسل، ولا دخلت لي في حاجة معرفتش تحكمها، فبقيت قاعد قدامها فترات طويلة جدا وسايب مصلحتك، فكده احنا بنهبل. لا، وازن امورك. طيب هنا ده الصعب، انا كاتبه ليا وليكم، يعني مش ليا انا لوحدي. انا اسف، مش ليكم انتوا لوحدكم. الصعب هنا صلاة، قيام ليل، الصعب قرآن، الصعب ذكر،
الصعب زيارة قرايب حتى لو بمكالمة، دي حاجات صعبة احيانا بنعملها واحيانا لا. اتمنى ان احنا نداوم عليها ولو بركعة الوتر قبل النوم، ولو بركعة الوتر قبل النوم، بجد يا جماعة بجد، ولو بركعة الوتر قبل النوم بعد صلاة العشاء، ركعة بس نداوم عليها دايما. نصلي ركعة الوتر احنا مسافرين، احنا تعبانين، احنا فرحانين، احنا زهقانين، احنا واقفين او قاعدين. مش لازم تصليها وانت واقف، بس ركعة هتحارب بها الشيطان وهتحسس بها نفسك انك كويس وان في حاجة انت مداوم عليها. كلنا عارفين، معظمنا عارفين الحديث بتاع أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. تمام. هنا ربما حد يجي في باله جيم، حد يجي في باله رياضة معينة، ممكن مين يعرف تكون ناس الترويح بتاعها أو الهواية بتاعتها جيم أو رياضة معينة بيلعبوها بتحتاج مجهود بدني كبير جدا وطبعا مجهود ذهني. يعني ما نعرفش. دي كلمة خربان لو مش عارفين تقروها. في حد خربان ممكن يجي في باله حاجة educational، يعني حاجة تعليمية، كورس معين يقول لك انا بستمتع وانا باخد الكورس ده شخص خربان. يعني تخيل الهواية بتاعت شخص ما انه يتعلم برمجة، هواية شخص ما ان هو مثلا يعني مش عارف يتعلم انجليش مثلا، دي هواية عنده، هو مستمتع كده يمسك. انا فاكر كويس قوي وانا صغير كانت استاذة بتقول لنا اول ما اتعصب، اول ما اتضايق، اول ما احس ان هي مقفلة في وشي، اروح جاية ماسكة مسألة رياضة صعبة قاعدة بحل فيها، حلتها انا كده مستقنيصة، انا كده مبسوطة، انا كده حلوة، انا كده تمام. ارجع بقى اشوف الدنيا عايزة مني ايه. فاحنا ملناش دعوة بالقسم ده. خلينا في حتة الصحاب، خلينا في حتة فيلم. نحاول ما نستعبطش ما يكونش فيلم بلس 21 مثلا، او حتى لو بلس 21 جه مشهد مش تمام تجريه. يعني خليك محترم. خلي بالك ان الشيطان من الحاجات اللي بتقرفك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. بصوا الفرق عامل ازاي. فتاني هقولها تاني عشان الاستعباط والهبل، احنا عايزين نحارب الاكتئاب، التحديات، الصعوبات، الفقر، عايزين نكون افضل. فما نبسطش الشيطان، فما نتبعش هوانا اللي هو ايه، يلا بينا يا جدعان احنا هنتبسط. طب هنعمله ايه؟ هننزل نخرج نبصبص على بنات الناس. الله، خطة جامدة. ايه يا جدعان ده؟ والله انا هحاول ابسط نفسي. هتهبب ايه؟ اتفرج على فيلم بلس 21 لوحدي على الشاشة الكبيرة ديت او التابلت او الموبايل او اي طينة على دماغي، السماعات في ودني فمحدش حاسس بحاجة. ويا سلام بقى لو قلبت بايه، بقصص تانية كده الشباب عارفينها. ايه يا عم تعبيط يا اسطى، احنا بنقول نتبسط، احنا بنقول نروح عن نفسنا، بنقول ننزل نتمشى، بنقول نعمل اي طينة على دماغنا تخلينا نتبسط في الايام الصعبة دي. راح تخربها. طيب انا كده شايف الفيديو. هحاول في الفيديوهات بتاعتي ما عديش ال9 دقايق، هحاول انزل فيديو كل اسبوع. يا رب ما تزهقوا مني، يا رب انا ما ازهق من اللي انا بعمله. يا عالم اللي انا بعمله ده هيجيب نتيجة امتى؟ احنا في شهر يناير 2024. فيديوهاتي دي ممكن تنتشر بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد 10 سنين. عادي جدا اعيش واموت وفيديوهاتي دي مفيش حد يعرف عنها اي حاجة، الله اعلم. اتبسطت ان انا عملت كده. حاولت اروح عن نفسي بالطريقة دي بحاجة حلال، انصح الناس بحاجة حلال، بحاجة كويسة. يا عالم مين يسمع مين ما يسمعش، مين يستفيد. بالنسبة لقصة الحب برضو ما نستهبلش. هتقعدش بقى تقول لي بس هي صاحبتي همسكها ههريها كلام جميل نعلي هرمون الدوبامين مع بعض، يا سلام لو حصل تجاوز خربناه. ايه يا عم انت عبيط يا اسطى. بنقول مش عايزين نبسطوا الشيطان، ما انت ما تخليهاش تخرب منك. طب خربت وباظت استغفر وارجع واحترم نفسك وتوب، عشان انت اللي هتزنق في القبر لوحدك، انت اللي هتزنق في وقفة الحساب لوحدك. يعني الله معك ومعي ومع الناس كلها.
شكرا. سلام عليكم.